سنوات الحصار هي الإرث الأسود للشعب العراقي من احتلال صدام حسين للكويت. بسبب عدم امتثال صدام حسين لقرار الأمم المتحدة وانسحابه من الكويت، نتج الحصار الدولي على العراق وشعبه بهدف إرغام صدام حسين على الانسحاب الفوري من الكويت. إلا أن شخصية صدام حسين المضطربة أصرت على إبقاء قواته في الكويت، وقد عانى الشعب العراقي من الحصار الذي حرمهم من الغذاء والدواء فضلا عن وسائل التقدم والتكنولوجيا، وتسبب الحصار بموت أكثر من 1.5 مليون طفل بسبب المجاعة التي ضربت العراق، فضلا عن نقص الدواء وافتقاد العراقيين إلى أبسط مقومات الحياة. ووصل الحال ببعض المواطنين إلى بيع أثاث منازلهم وثيابهم لشراء الطعام، بل قام آخرين ببيع أطفالهم على توفير الغذاء لهم. ونظرا لعدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين، فقد تم تسريح ما يقارب ثلثي اليد العاملة، مما ساهم ذلك بزيادة معدلات البطالة وارتفاع معدلات الجريمة والانتحار والسرقة. وقد واجه العراق ظاهرة هجرة العقول بأعداد كبيرة، حيث يقدر أن أكثر من 23 ألف باحث وعالم وطبيب وأستاذ جامعي ومهندس تركوا العراق لينضموا إلى أكثر من 2.5 مليون آخرين يعيشون في المنفى. واستمر هذا الحال قرابة 13 عام بسقوط صدام سنة 2003. وكل هذه الويلات والكوارث الإنسانية التي تسببت بتمزيق الشعب العراقي كانت بسبب قرارات صدام حسين الطائشة وتعديه على دول الجوار.